السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. ندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. للأسف وانا بعمل سكرول كده وبلف في الصفحات، شفت أسوأ حاجة ممكن حد يشوفها. موقف بشع، موقف مش لطيف أبدا أبدا أبدا. للأسف شفت فيديو لشخص، انا يعني بعتذر ان انا بقول عليه مدرس، بعتذر ان انا بقول عليه استاذ، بعتذر ان انا بقول عليه المفروض ان هو يكون قدوة للطلبة بتوعه. الشخص ده المفروض ان هو معلم، وطبعا هو للأسف مش فاهم يعني ايه معلم، مش فاهم يعني ايه انا انسان محطوط في مكانة ان انا قدوة للطلبة اللي قدامي. الانسان ده فوجئت ان هو بيتكلم مع الطلبة بألفاظ، يعني الواحد يتكسف يسمعها، الواحد يتكسف يسمعها في الشارع. قسما بالله الواحد على سنه ده يتكسف يسمعها في الشارع. فوجئت ان انت كمعلم فاضل، واستاذ ليك هيبة، واستاذ ليك احترامك، واستاذ ليك مكانتك، واقف في وسط فصل فيه بنات وولاد كلهم في سن اعدادي، سن حرج جدا، سن صعب جدا، سن حساس جدا. انت المفروض اصلا لو انت انسان بتفهم وواعي ومدرك حجم المسؤولية اللي عليك وحجم المكانة اللي انت فيها، هتبقى حاسس بكل كلمة انت بتقولها، هتبقى حاسس بكل حرف انت بتنطقه، هتبقى حاسس بكل حركة انت بتتحركها في وسط الولاد دول. لكن انت للأسف ما عداش عليك اي حاجة بتقول ان انت انسان بيفهم اصلا. لان انا لو بفهم بعيدا عن اني مدرس او اني اي حاجة من الكلام ده كله، هقدر المسؤولية اللي انا فيها، هقدر الطلبة اللي انا واقف وسطيهم، هقدر المكان اللي انا شغال فيه. لكن انا بكل اسلوب بشع اقف كاستاذ في وسط ولاد وبنات في السن الصعب ده، اقول الفاظ نابية، الفاظ بشعة، الفاظ قذرة. يعني ايه انت واقف تهدد الولاد وتقول لهم انا ممكن اعمل واعمل 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 فيكم، انا ممكن اوقفكم واحد واحد واعمل فيكم كذا وكذا وكذا. انت مدرك انت بتقول ايه؟ انت مدرك حجم المصيبة اللي انت بتقولها؟ انت مدرك حجم الكارثة اللي طالعة من لسانك؟ انت مدرك اللي انت بتقوله لأطفال زي دول؟ هم للأسف السن ده ولا منهم حصلوا كبار ولا منهم لسه أطفال. انت عارف يعني ايه انت بتقويهم؟ يعني انت بدل ما تقول لهم الكلام ده عيب لو انت سمعته من طالب من دول، لا انت بتقويهم ان هم يكرروا ده بعد كده. ما هو انا لما اسمع قدوتي بيقول ده، المفروض ان انا اقول ايه؟ انا اقل حاجه خالص ان انا هقول زيه، هقلده، ابسط حاجه خالص. لا انا المفروض ان انا معلم، والمفروض ان انا محترم. ونركز قوي على كلمه محترم دي، المفروض ان انا راجل محترم. اه معلش، هو انا يعني مع التحفظ على كلمه راجل دي، عشان انا لو راجل بجد هفكر بعقلي كده وهركز ان انا ما ينفعش اقول لفظ مش كويس. هحكم عقلي كده واحكم ضميري واحكم انسانيتي واحكم مهنيتي، ان انا ما ينفعش اقول لفظ مش كويس. لكن هو انت كده تفتقد للرجولة، للإنسانية، للاحترام، للأخلاق، للمهنية، لكل حاجة ممكن تكون عدت على أي بني آدم في أي يوم. يا أخي انت ازاي جالك الجرأة ان انت واقف تقول ألفاظ بشعة بالوضع ده في وسط الطلبة؟ ازاي قدرت تسمع كلام زي ده لولاد وبنات؟ لا انت عارف ان الفصل مختلط ووقفت كده بكل جراءة. يعني انا للأسف انا مش هقدر اقول هو قال ايه، لان انا اتكسف اقوله. اذا كان انا اتكسف اسمعه، ازاي انت وقفت تسمع الكلام ده لولاد وبنات؟ ازاي قدرت ان بنت تسمع لفظ زي ده؟ انت ترضاها على بنتك، ترضاها على اختك، ترضاها على مراتك، ترضاها على امك ان حد فيهم يسمع لفظ قذر من اللي انت قلتهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت لو انسان عارف يعني ايه كلمة معلم ما كنتش عملت ده، صدقني ما كنتش عملت ده. لو عارف حجم المسؤولية اللي عليك انت عمرك ما كنت عملت ده. لكن انت للأسف انسان ما عندكش مسؤولية، ما عندكش احترام، ما عندكش اخلاق، ما عندكش مهنية، ما عندكش احترام للكيان اللي انت واقف فيه. انا لو محترم المكان اللي انا واقف فيه انا عمري ما اقول كده. لو محترم المدير اللي انا تحت منه عمري ما هقول كده. لو محترم ان انا اصلا المفروض عليا مسؤولية معينة عمري ما هسمع طالب حاجة زي كده. لان هو بعيدا بقى عن المدير والكلام ده كله، انا المفروض الاخلاق تبقى من جوايا انا، الاحترام يبقى من جوايا انا، المعايير تبقى من جوايا انا. لكن انا ما اقفش في وسط الفصل وبكل بجاحة وقلة ادب قاعد اسمع الولاد. بتسمع الولاد ايه؟ بتسمع الولاد ايه؟
بتقول لهم ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتقول لهم الفاظ قذرة ازاي؟ وفرحان بنفسك قوي، وانا اقدر اعمل واقدر اسوي، وانا وصلنتوا كذا وكذا 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 وكذا. انا كولي امر المفروض ان انا مودي ابني امانة للمدرسة عشان يشوف واحد زيك، عشان يتعاملوا مع واحد زيك، عشان يسمعوا الفاظ مش كويسة من واحد زيك؟ ده انا المفروض جايبهم لك امانة، المفروض ان انا جايبهم لك تعلمهم حاجة كويسة. بس انت مش امين، انت مش امين، انت مش قد المسؤولية. انت للأسف خلتني اتأكد ان انا وثقت في المكان الغلط. الشخص ده لازم يتحاسب، لازم يتحاسب ولازم يتعاقب ولازم يتجازى، ولازم العقاب اللي خده يبقى على مرأى ومسمع الجميع. لازم الكل يعرف هو اتعاقب بايه، بحيث ان مفيش اي مخلوق يجي في يوم يفكر يكرر قلة الادب دي. للأسف، للأسف احنا يعني الواحد مستاء ان هو يجي يقول عليه في يوم من الايام انه مدرس، مستاء ان هو يجي يقول ده كان في يوم بيعلم ولادنا. انت عار على التربية والتعليم، انت عار على مهنة التدريس، انت عار على الإنسانية، انت عار على الإخلاق، انت عار على أي حاجة ليها علاقة بالصح والغلط. يا أخي ده انت لو فكرت لحظة بدماغك العطلانة دي هتعرف ان اسمها وزارة التربية والتعليم. ركز تاني كده، اسمها ايه؟ اسمها وزارة التربية والتعليم. يعني هو ما قالش حتى ان هو التعليم والتربية، لا ده التربية قبل التعليم. انا لو طلعت جيل مش متربي يلزمني بايه التعليم؟ معلش يغور التعليم في مقابل ان انا مش معايا حد متربي. انت بتعمل ايه؟ بدل ما انت كمدرس تأهل الطالب ان هو يبقى محترم وبعدها يبقى انسان متعلم، انت اللي بتعلمه قلة الادب. هو ده اللي انت اتربيت عليه؟ انت اتربيت على ايد مدرسين بالوضع ده؟ اتربيت على ايد مدرسين بيقولوا الالفاظ القذرة دي، بيقولوا الكلام البشع ده؟ للأسف احنا بقينا في مجتمع ولا في تربية ولا في تعليم، للأسف. فاحنا بعد كده مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ ولا حاجة. مش مستنيين اي حاجة من اي حد. دلوقتي احنا مستغربين بقى ان الطلبة بقوا مش كويسين. لا، ما هو اقل واجب بقى من اللي بيحصل ده ومن اللي بنشوفه ده. يعني برضو وانا بقلب ابص الاقي طلبة. إيه انت كطالب، هل ينفع ان انت تولع في ميس؟ يعني احنا الفترة اللي فاتت كان منتشر جدا موضوع الترند بتاع المدرسين، وان انت بتفرح المدرسين والكلام ده كله. انا واحدة من الناس كنت مبسوطة جدا 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 بالقصة دي جدا. انا طبعا ماليش علاقة بالتدريس الحمد لله، يعني انا ماليش علاقة بالقصة دي خالص، عشان محدش يفكر ان ده هي حابة القصة عشان مثلا جالها هدايا ولا كلام من ده. انا ابعد ما يكون عن قصة التدريس دي الحمد لله. تمام. بس انا حسيت ان الترند ده فيه رسالة حلوة قوي، في شكر، ان انا بقدر المدرس ده واقول له شكرا على مجهودك. لان حقيقي المدرس بيتعب جدا وبيبذل مجهود كبير جدا، وبيتعب في انه يوصل المعلومة جدا، وبيتعب في انه يسيطر على الطالب، وبيتعب في انه يعني يعمل كنترول على المكان اللي هو بيعلم الطلبة فيه. وده بياخد من وقته ومن مجهوده ومن كل حاجة، من كل حاجة حرفيا. تمام. فانا واحده من الناس كنت مبسوطه جدا 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 من موضوع الترند بتاع المدرسين ده. كنت حاسه ان في تقدير للمدرس، كنت حاسه ان انت بتقوله شكرا، كنت حاسه ان انت بتقوله انا حاسس بمجهودك ومقدره، انا مقدر تعبك معايا، مقدر وقفتك معايا، مقدر كل الجهد اللي انت بتبذله عشان توصل لي المعلومه. انا مقدر وقفتك على رجلك ومسكتك للقلم على السبورة، ان انت بتشرح كل جزئية واحدة واحدة، وان انا لو ما فهمتش انت بترجع تكرر ده كله تاني. انا مقدر كل الحاجات دي. بقولك شكرا، بقولك كتر خيرك، بقولك انا مقدر مجهودك، بقولك انا مقدر تعبك، بقولك انا عارف ان انت بتبذل مجهود كبير. شكرا، الف شكر. فانا واحدة من الناس كنت مبسوطة جدا جدا بالترند ده، للعلم ان في ناس كتير هجمته، وفي ناس بتقول انت كمدرس ازاي تقبل حاجة من طالب؟ المفروض ان انت اللي تكافئ الطالب مش الطالب اللي يكافئك.
طب وايه اللي يمنع ان الطرفين يكافئوا بعض؟ ليه لأ؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تهادوا تحبوا. فيها ايه لما انا كطالب اهادي المدرس بتاعي واقول له شكرا ان انت بتتعب معايا؟ فيها ايه لما اقول له كتر خيرك على مجهودك معايا؟ ليه دايما احمل المدرس ان انت اللي لازم تجيب، انت اللي لازم تعمل؟ اه تمام، انت تجيب وتعمل. انا مثلا كمدرس معايا طالب شاطر متميز ناجح متفوق، هكافئه. لكن انا لما اجي في يوم والطلبة يهدوني يبقى لأ، ما ينفعش، عيب. لا طبعا، لا طبعا. انا لما اعمل حاجة صح او ان انا اادي واجبي، انا عارفة ان ده واجب وان ده فرض وان ده شغل وان هو لازم يبقى كده. بس انا لما اجي اشتغل بضمير، اشتغل بضمير، ما فيهاش حاجة ان حد يكافئني على ده، ما فيهاش حاجة ان حد يهديني بأبسط حاجة خالص ويقول لي شكرا. خصوصا ان الهدايا اللي متجابة انا مش شايفة ان فيها اي طبع من المغالاة خالص. يعني انا لو طالب وبهادي المدرس بتاعي بكيس مثلا اي بسكويت ولا شيبسي ولا اي حاجة ايا كان، قيمتها 5 جنيه او 10 جنيه، هي مش هتأثر معايا انا كطالب. انا مش هروح اقول لبابا وماما ادوني 1000 جنيه عشان اجيب هدية للمدرس الفلاني. انت مش هتعمل كده. لا، ده من مصروفي انا ههادي المدرس بتاعي واقول له شكرا. الناس اللي بتهاجم بقى وعماله تعمل حوار وحواديت، ولا المدرس ما ينفعش يعمل كده، والمدرس قلل من كرامته، والمدرس هو السبب في كل ده، وانا لو مدرس شاطر وعندي احترام لذاتي ما اقبلش حاجه من حد، ايه اللي يقلل مني؟ ايه اللي يقلل مني كمدرس ان انا اقبل حاجه من طالب على سبيل الشكر، على سبيل ان انا آه، مقدر تعبك يا مستر فبقول لك شكرا على مجهودك. فانا رايي الشخصي ما فيهاش اي مشكله. انا جيت في امتحانات بنتي حسيت ان الميس اللي بتديها وبتشرح لها تعبت معاها قوي. حسيتها انسانه عندها ضمير قوي قوي. انا جيت في اخر يوم امتحانات قلت لبنتي فلوس معاكي اهي، هاتي للميس حاجه وروحي قدميها لها، قولي لها شكرا، قولي لها حضرتك تعبتي معايا وقولي لها شكرا. واكدت عليها قلت لها ممنوع ترجعي لي بالهديه دي تاني، الحاجه دي خاصه بالميس، الحاجه دي لازم تكون عند الميس. بنتي فرحت بيها جدا جدا، واول كلمه قالتها لي قالت لي بصراحه يا ماما هي فعلا الميس تعبت معايا قوي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الميس تعبت معاها وحست بالتقدير. يعني انا اتبسطت ان بنتي جايه تقول لي يا ماما ده الميس فرحت قوي، بس هي جت بتقول لي لا مش هينفع ولا دي الحاجه دي غاليه ولا ما تكلفيش نفسك ولا مش عارفه، ما كانتش راضيه تقبلها. بنتي كان رد فعلها كطفله قالت لها لا يا ميس انا مش هينفع ارجع بيها، ماما مأكده عليا ان انا ما ارجعش بيها. وباست راس الميس وقالت لها شكرا وقدمت لها الهديه باسلوب كويس. فين المشكله في جبر الخواطر؟ ده على سبيل جبر الخواطر، دي حاجه حلوه. لكن احنا بقى شطار في ايه؟ في ان لا ما تجبروش بخاطر حد، لا ما تهدوش حد، لا ما تعملوش، لا ما تسووش. لكن نيجي بقى في الحاجات التافهه، اساتذه، احنا اساتذه في التفاهات، ما نتوصاش في التفاهات. لكن نيجي في الحاجه الصح نقف، نقف ونعلق المشانق، ولا ما يصحش ولا ما ينفعش ولا. ايه اللي ما يصحش يا جماعه؟ ايه اللي ما يصحش ان انا اقول لانسان تعب معايا شكرا؟ ايه اللي ما يصحش ان انا اقول لحد عمل مجهود معايا كتر خيرك؟ ايه اللي ما يصحش ان انا اجبر بخاطره؟ ليه ما يصحش؟ ليه يا اخي؟ من باب جبر الخواطر على الله. يعني انا رأيي الشخصي مع احترامي لكل الاراء، انا موافقة جدا 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 على الترند اللي حصل، موافقة جدا معاه جدا، ويا رب يبقى دايما على طول. على الاقل حتى نعرف ولادنا ان المدرسين دول يعني رجعوا لهم هيبتهم بقى زي زمان. على ايامنا زمان كده كان عندنا مقولة بتقول كفل المعلم وفيه التبجيلة كده المعلم ان يكون رسولا. للاسف احنا افتقدنا ده دلوقتي. يعني احنا حاليا افتقدنا المعلم الخلوق، افتقدنا
المعلم اللي عنده ضمير، افتقدنا المعلم اللي عنده اخلاق، افتقدنا المعلم اللي عنده احترام، الا من رحم ربي. انا مش بعمم، في كويسين كتير 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 كتير، بس للاسف هو دايما السيء هو اللي بيبان، السيء هو اللي بيبقى طالع على الوش، السيء هو اللي بيبقى ظاهر. فللاسف غصب عننا بيتصدر لنا المعلومه دي. وفي نفس الوقت ولادنا ما بقوش افضل حاجه، ما بقوش زينا. احنا زمان كنا نشوف المدرس في الشارع صدفه، نبقى واقفين بنترعش، اللي هو طب انا اروح اسلم عليه، ولا الف من شارع تاني، ولا في نفس الوقت المستر بتاعي هو فرحان بيه، فرحان فخور بيه. دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي الوضع بقى مش كويس. دلوقتي انا كطالب واقف بتصور مع المستر بتاعي تيك توك وبعمل حوارات وبرقص انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ رايحين بينا على فين؟ رايحين بولادنا على فين؟ يعني في صفحة من ضمن الصفحات المحتوى بتاع المدرس كله عبارة عن انه عامل تيك توك مع الولاد اللي معاه في الدرس وهم واقفين بيترقصوا. يعني انا فاكرة ان احنا المفروض كنا بنقول للولد انت راجل، متقفش تتهز كده، متقفش تتحرك كده، الرقص ده للبنات، ما تعملش ما تسويش. اجي انا بقى كمدرس راجل محترم اقول له يلا حبيبي عشان نصور تيك توك، وقف اتهز وارقص. يا صلاة النبي بجد، يا صلاة النبي. بما اننا قلنا يا صلاة النبي، صلوا بينا على النبي بقى عليه افضل الصلاة والسلام. فين هيبتك كمدرس؟ فين احترامك كمدرس؟ فين اخلاقك كمدرس؟ فين انت؟ فين واقف ترقصهم؟ بدل ما يبقى العيل شايفك إيه، مقدر وقفتك كده ولا ده المستر بتاعي، لا ده المستر بتاعي قشطه، يلا بيس، يلا يا باشا شغل تيك توك عشان ارقص لك. دي ايه قله الادب دي؟ طبعا مع كافه وكامل احترامي لكل المدرسين، الوحش منهم قبل الكويس، بس انا ليا مطلق الحريه في رايي. رايي انا مسؤوله عنه، راي حضراتكم انتوا مسؤولين عنه، وجهة نظر المدرس هو مسؤول عنه. بس انت مش مسؤول ان انت تبوظ اخلاق ولادنا اكتر ما هي بايظه. هي للاسف بايظه بما فيه الكفايه. والدليل ان احنا للاسف لما جينا نعمل ترند عملناه غلط. ولد يقوم رشش تلج بتاع الافراح على الميس بتاعته، وهوب بالولاعه فجاه الميس مسكت فيها النار. ايه اللي انت عملته ده؟ هو ده اللي اهلك ربوك عليه؟ هو ده اللي اهلك علموك بيه؟ هي دي الاخلاق يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الست اللي واقفه شقيانه وبتشرح وبتتعب دي، يوم لما انتوا جيتوا تكرموها وتدوها هديه تقوم انت مجنون؟ انت عاقل اللي انت بتعمله؟ انت ناضج؟ ازاي الكلام ده؟ لا، والغريب ان انا عرفت ان الست بعدها مشكوره اتنازلت عن المحضر، ما رضيتش تاذيه. ايه بقى؟ وزاره التربيه والتعليم توقفها عن العمل، توقف المدرسه دي عن العمل. يا صلاة النبي على الحلاوة اللي احنا فيها. يقولك ليه؟ اصل هي كانت بتدي في سنتر، ومين مدرس دلوقتي ما بيديش درس خصوصي؟ ولا احنا بنكدب الكدبة وبنصدق نفسنا؟ كفوها وادوها مرتب كويس والست هتقعد في بيتها ما تديش دروس. لكن هي لو المرتب مكفيها هتنزل تشتغل وتشقى تاني ليه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اتقوا الله في الناس شقيانة وتعبانة. طولت عليكم بما فيه كفاية، بس معلش الموضوع كان مضايقني قوي، قلت ادخل اناقشه معاكم. طبعا ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتدعموني دايما، وتخليكم معايا على طول. هتكلم معاكم في كل حاجة، استنوني دايما. باي باي.